السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كدايرين البنات وولاد اللي كيشوف الفيديو، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم كيقولوا ليها الصارمه، بحال ورق عنب، بحال اللي كفسه وداكشي. انا خرجت الكفسه، ها هي تذوب. جبت وحده كبيره، هنا كيتباعوا كبارين، قسمتها في النص، غسلتها وقسمتها هكا في النص، والوراق ديالها على هذا الشكل هذا. درتهم هنا في الجميله كيف ما كتشوفوا. غادي نخوي الماء طايب حتى يرطابوا، باش ملي غنوجد الكفته ديالي ودوك المقادير تبقاي تحطي وكتلوي. المهم انا وريتكم غير البدايه ديال الفيديو صافي. وهاد القليبات اللي بقاو هادو بغيت نخليهم نديرهم في كسكسو مع رطبين، بغيت نديرهم في كسكسو ان شاء الله. يلا المهم خليت لكم الراحه، هذه البدايه ديال الفيديو ان شاء الله حتى نكمل وغنوري معكم التتمه. غير هنا اهم حاجه هنا الماء طايب. اول ما طيبته نخوي بسم الله. الماء طايب كيهبطها، شوفوا شفتوا كيبقى ورقه كتهبط. تقدروا ديروه يطبخ شويه كاع، ولا تخليوه شويه بشويه عليه. انا جبت هذه باش نهبطوها هكا بشويه بشويه باش ما نهرسهاش. صافي غنستمر بهذه الطريقه هذه حتى يولي. غنوريكم النهايه ديالو ان شاء الله. شوفوا انتم بدا كيهبط. صافي انا خليت لكم الراحه. غادي الورق كامل اللي عندي غندير لهم هكا باش ملي نبغي نعمرهم نلقاهم دايرين رطبين وما يتقطعوليش. انا كيعجبني هذا، كيجي زوين صراحه معمر. يلا خليت لكم الراحه، تهلاو لي فراسكم. هذه بدايه لا فيديو، ان شاء الله النهايه ملي غادي نكمل لكم النهايه ديالو. ملي نوجد كلشي المقادير غنصور معكم. باي باي. السلام عليكم بنات. اليوم انا حداقيت ديال بصح، انا على الحداقيت مشيت السوق وجيت غسلت الحوت. جبت نص كيلو د الحوت، صايبت الشرموله ديالو. كرنب اللي وريتكم كنديرو نصو مرقد ونصو هذا هو درتو. ماشي درتو باقي ما كملتش، غيبقى حتى الغدا هذا. كدير ليه الملحه وهكا والسودانيه فلفله مزاود وخضره وحمراء صافي. وكنغطيه. راك درت فيديو باقي ما كتبش نحطو معاكم، وريتكم الطريقه وكل شيء ما كتبش. ان شاء الله نحطو. وهذا حتى هو غادي نصايب الحشوه اللي وريتكم، وغادي باش نلوي فيه الورق ديال الكرنب. هادشي اللي كاين البنات. فيديو مختلط اليوم. هنا البنات انا نسيت ما شاركتش معكم الوصفه كامله. نقول لكم شنو درت فيها: الرز، كفته، شويه د المعدنوس مقطع، بصله وحج بصلات قطعتهم حتى هما طريفات صغيورين مشلضين يعني، مطيشه د الحك، شويه تحميره مليحه، شويه الثومه، شويه النعناع يابس. انا درت على الطريقه التركيه ماشي شي طريقه اخرى، حيت ما كتعجبني طريقتهم درت على الطريقه ديالهم. كاينه بزاف الطرق العراقيه والسوريه واللبنانيه وفهمتوا يعني، كاينه بزاف الطرق. صافي وزيت العود، هادشي اللي درت فيها. دابا ما بقى لي الا نعمر هذوك الورق ديالنا. شوفوا كيف جات ها، يعني هادشي راه ساهل وكيجي بنين. تقدروا تعمروا به هادي، تقدروا تعمروا به ورق عنب، تقدروا تعمروا به واحد احنا عندنا في المغرب انا نقول لكم ديالاش ديال ديال السكر، الشمندر. ها سميتو الشمندر. الورق ديالو كيتباعوا هنا وكيعمروهم بهاد الحشوه هذا. كتشويه هكا كدير لها بحال هكذا وكتحطها فيها وكتلوي، كتجي زوينه حتى هي. انا حنا في المغرب ما عمري ما عرفت دوك كيتكالوا حتى هما نفس الطريقه. كدير لهم ما طايب، غير هما بالزربه كيهبطوا ماشي بحال هاد الورق. صافي دابا غادي نوريكم الطريقه كيفاش غنلويها. واخا انا في التليفون انا شاده بيد، غادي نوريكم غير بيد وحده ولا جوج وانتم غتفهموا الطريقه. جبت هاد الطاوه هنا
نشوف شي ورقه اللي مقاده باش نقدر نوريكم بحال هادي هكا. نبدا من هنا هاد العرض ديالها. غنهز معايا القاه هكا بحال هكا على هاد الشكل هذا، وتحطوها هنا. تقدروا هكا تكبروها شويه، تخليو غير البلاصه منين تلويوها هكا بحال هكا. دابا انا بيد ما عرفت كيفاش ندير، هاي بيد وحده شكيله. صافي دابا هكا، بسم الله. بحال هكا على هذا الشكل. غنوريكم الثانيه عندي صغيره ورقه خديتها. هاد القياس راه بزاف نقص منه، خصكم ما تلقاو منين تسدوها من الجناب بحال هكا كتسد. وخا الجانب الاخر ما تسدش ليا حيت لحقاش ما عندوش كيفاش يدير تسد. غنحاول انا معاه. على هذا الشكل غتستمروا على هذا الشكل هذا. انا غنكمل وغنرجع معكم. شوفوا شحال صاوبت، شي كبير شي صغير صراحه على حسب الورقه. اللي ما تسداتش ليا راه ما عنديش منين نسدها، هي غير تبدا طيب غتشد راسها ما غاديش تخرج. باقي ليا شي حاجه قليله وغنكمل. هانتوما البنات شحال بقاو ليا، وحده جوج ثلاثه وهذه الرابعه. صافي كملت. انا كيسحبني غادي يشدوا ليا وقت طويل، وغادي هذا الساعه بالزربه عمرو. بارك على الكرنبه صراحه فيها الخير تبارك الله. صوبت لي هذا وصوبت منها شويه المخللات شويه المعمرات الشي، صوبت كل شيء صراحه منها. انا كملت دابا نوريكم كيفاش جات. قبطوها من هاد البلاصه اللي هكا بحال هكا. باغا نستف هنايا في الطنجره، يا ما غنطيبهاش دابا حتى الغدا ان شاء الله الا بغى الله. انا غير وجدتها باش غدا نلقاها موجوده ان شاء الله باذن الله يا ربي. كما كتشوفوا شي صغير شي كبير على حسب الوريقه كيفاش دارت لنا. كيعجبني انا هاد الورق عنب صراحه. ديك النهار باش واحد الفيديو درته باقي ما شاركوش معكم ديال سميتو ديال المخللات اللي صابت معايا جارتي التركيه. عاونات ماشي يعني انا عاونتها وهي صوبت، هي دارت بحالها المقادير. انا كنديرو مره يصدق لي مره ما يصدقليش، كل مره واشنو. طلبتها قالت لي كنعرف نصايبو، قلت لها انا غنوجد كلشي وانتي اجي عاونيني فيه وريني شنو كيدار فيه. وجات صافي وجات عاوناتني. وراتني الطريقه الله يرحمها الوالدين جواعر صراحه. ايوا صافي وهي ذكرت لي سميتو هاد ديال الصارمه كيقولوا لها ديال هاد الورق ديال الكرنب كما نقولوا حنا. ايوا هادشي اللي كنا البنات دابا هو واجد. حتى الغدا ان شاء الله عاد نصايب معكم المرقه ديالو وغنردو يطيب. دابا ما غنطيبوش، خليت لكم الراحه تهلاو لي فراسكم. وهنايا البنات لاصوص ديالها درت مطيشه ديال الحك، 2 معالق هكاك، معلقه ونص حتى 2 معالق الا كانت المعلقه صغيره. ومن بعد ضفت الملحه ودرت زيت العود حتى هي. زيت العود كتجي بنينه في الطياب. كاين شي ماكله كتجي فيها زيت العود وخا في الماكله ديالها ما زويناش
ولكن في الطيب كتجي زوينه. ندير التحميره صافي، ونخلط داكشي مزيان. المقادير مع بعضياتها راه كتجي ساهله ماهله وبنينه، ما نقولش لكم شحال كتجي روعه، يعني لواحد الدرجه ما تتخيلوش البنات، ما تتخيلوش شحال كتجي بنينه. من بعد هنا غادي نخوي الماء ونحركو مزيان، درتو بالمعلقه ما حركليش، وانا ندير اللي كنحركو بها الكيكه. صافي خلطته مزيان حتى ذابوا العناصر مع بعضياتهم، حيت من بعد راه دايا كطيب، حيت عيل الكفته والورقه اصلا راها طابت بالماء، واحد الساعه ما كايناش كطيب بالزربه. درت حتى لاخر لحظه وراجلي مع دخل مع طابت، كانت غير شويه نتوكح من المرقه ديالها وصافي. ودابا غادي نخويها على السارمه ديالي، كتجي حمرايه. حنا معروفين بالعطريه وداكشي، ولكن حنا ما كنديروش العطريه، هادشي اللي كنديرو اكثر استعمال مرشد الحاك، نعناع، يابس، هادشي. صافي غنشعل البوطه عليها ونخليها طيب مزيان ونقدمها بالصحه والراحه. جات بنينه تتشهي. باي باي عليكم الى الفيديو القادم. وهنايا البنات جا كيشهي، جا غزال، جا بنين كيحمق، راجلي دخل فيه طول وعرض، عجبو بزاف وقال لي جا زوين. قلت ليه كول بالصحه والراحه وبصحتكم حتى نتوما. وكنتمنى اللي شاف الفيديو ما ينساناش من اللايك والابوني وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد لما نديرو شي فيديو. وشكرا لكم كاملين اللي كتشاهدوا الفيديو. الصراحه جا زوين بزاف، جا ما كتسخاوش به صراحه الله، البنه فيه واعره. نقول لكم السلام عليكم وباي باي الى الفيديو القادم.